السلام عليكم، معكم الدكتور رضوان من قناة ميد سمبليفايد. في الفيديو ده هشرح النكروزس والابيبتوزس، وهنبدأ بأول جزئية فيهم ألا وهي النكروزس. لو تخيلنا إن احنا خدنا أورجان، والأورجان ده على سبيل المثال كان الليفر، واحنا أخدنا جزء منه. فالجزء ده بيتكون من مجموعة من الخلايا، ولكن الخلايا دي حصل فيها ديس. وعشان نعرف تعريف النكروزس، فالنكروزس عبارة عن a local death of cells or tissue within the living body، يعني هو موت مجموعة من الخلايا أو تيشو، نسيج داخل جسم الكائن الحي. والنكروزس عشان نقدر نوصفه بنوصفه بطريقتين، لا إما الجروس بيكتشر، ودي الصورة اللي بنشوفها بالعين المجردة اللي بنشوف بيها الأورجان، والأورجان ده هو الكدني، والحتة اللي متحددة عليها دي هي الحتة اللي حصلت فيها النكروزس. كانت هي نقدر نوصفها إن هي أوبيك، يعني حتة ممتلئة مليئة كده، ورد من حواليها كده فيها إن هي محمرة، وده بسبب الانفلاماتوري هايبريميا، يعني الخلايا بتاعت الالتهاب اللي موجودة حواليها. وكمان نقدر نقول عليها ان هي وايتش، ان هي مبيضة. اما بنقدر نوصفوها برضو بالميكروسكوبيك بيكتشر، يعني الصورة اللي بنشوفها بالميكروسكوب، ودي بنشوف بيها النيوكلير تشينج، يعني التغيرات اللي بتحصل على النيوكليوس، وبنشوف بيها التغيرات اللي بتحصل على السيتوبلازميك تشينج. واول جزئيه في الميكروسكوبيك بيكتشر وهي النيوكلير تشينج. لو تخيلنا ان ادي دي الخليه، واول تغير بيحصل في النيوكليوس فيها ان بيحصل فيها البيكنوزس، واول خطوه البيكنوزس دي بيحصل فيها شرينكج للنيوكليوس. عشان كده بنشوف الكروماتين اللي بيكون بداخلها بيكون دنس ودارك، يعني عشان هو مكثف بتلاقي ان الحاجه غمقت اكتر. وتاني خطوة هي اللي بيحصل فيها الكالوريكسس، والكالوريكسس ده بيتم تفتت النيوكليوس إلى أجزاء أصغر. أما الخطوة الثالثة فهي اللي بيحصل فيها ديسولف، يعني بيتم تحلل ويتم ذوبان النيوكليوس نهائيا، ودي بنسميها الكاريولايسيس. من كلمة نفسها هي بنقول لك لايسيس يعني تحلل، النواة بتتم ان هي تتحلل خالص. وكمان البلازما ممبرين زي ما انتم شايفين كده حصل ان هي فيها شرينكج، ولذلك لما بناجي نصبغوها فالصبغة بترسب لان مفيش نيوكليوس عشان تصبغها، عشان كده الخلية مش هتشوف فيها اي تفاصيل. اما تاني جزئيه في الميكروسكوبيك بيكتشر فهي السيتوبلازميك تشينج. لو تخيلنا ان معانا خليه، والخليه دي حصلت فيها تضخم، وده بنقول عليه سيتوميجالي، وده بسبب دخول ايونات الصوديوم اللي بتكون مرتبطه معاها الميه. وده عشان تعرفوا اكتر عن الميكانيزم ده، فالميكانيزم ده هيظهر في فيديو قريبا في قائمه التشغيل. اما ثالث خطوه فالخليه بيختفي فيها كل من النيوكليوس، وكمان البلازما ممبرين بيحصل فيها شرينكج. لان عاوز اقول لكم ان النيوكلير تشينج بتحصل في نفس الوقت اللي بيحصل فيه السيتوبلازميك تشينج. واخر خطوه حصلت في النيوكلير تشينج ان النيوكليوس اختفى، وكمان البلازما ممبرين حصلت فيه شرينكج، ولذلك احنا وصلنا في الخطوه الثالثه للمرحله دي. عشان كده لما بنجي نصبغوها بصبغه الهيماتوكسيلين اند الايوزين فبتظهر بالإيزينوفيليا، يعني بتظهر باللون الأحمر. وده بسبب ان هي فقدت كل المحتوى بتاعها من الار ان اي والدي ان اي، لان هي فقدت النيوكليوس اللي كان فيه المحتوى بتاع الار ان اي والدي ان اي. اما ان هي ليه بتظهر باللون الاحمر، وده بسبب ان الايوسين بيرتبط مع الديناتوريتد بروتين اللي بيكون موجود في السيتوبلازم. اما رابع خطوه فالبلازما ممبرين بيتم فقدها، وبيتم ترسب بداخلها ايونات الكالسيوم، ولذلك في اللحظه دي او في الخطوه الرابعه دي لما بناجي نصبغوها فهتظهر فيها ايونات زرقاء من الداخل. والنكروزس بيكون منه 5 انواع، واول نوع فيه بيكون الكواجليتيف نكروزس، يعني اللي بيكون موجود في الهارت موجود في الكدني. اما النوع الثاني فهو الفايبرونويد نكروزس اللي بيكون موجود في الجلوميرال اوف كدني. اما النوع الثالث فبيكون الفات نكروزس اللي بيكون موجود في البريست. اما النوع الرابع فهو الكازيشن نكروزس اللي بيكون موجود في اللنج. اما النوع الخامس فهو الليكوفاكتيف نكروزس، وده بيكون موجود في البرين والسباينال كورد. واول نوع من النكروزس وهو الكواجليتيف نكروزس، وده بيحصل بسبب sudden cut of supply، يعني الدم اللي راح يغذي الاورجن انقطع وصوله، وده بنسميه
الإسكيميا. وعشان تعرفوا أكتر عن الإسكيميا فده هتلاقوه في وصف القناة أسفل الفيديو. وده لو تخيلنا إن آدي الوعاء الدموي وآدي خلايا الدم الحمراء، ولكن تكونت هنا مادة، المادة دي ترسبت في داخل الوعاء الدموي، منعت حركة كرات الدم الحمراء، فده بيؤدي إلى عدم وصول الدم لكل من الهارت والكدني، ولذلك بيحصل كواجلاتيف نكروزس، ان هو بيحصل في الهارت وبيحصل في الكدني. وده بيبقى لو بصينا كده على الاورجن الكدني وادي المنطقة اللي حصلت فيها النكروزس، في المنطقة اللي حصلت فيها النكروزس دي هنوصفها عن طريق الميكروسكوبيك بيكتشر والجروس بيكتشر. اول حاجة هنبدأ بالميكروسكوبيك بيكتشر. فلو شفنا التشو هنا وشفنا بالميكروسكوبيك بيكتشر هنلاقيه ان هو ازرق، لكن بعد ما حصلت فيه النكروزس هيظهر باللون البينك. اما تاني شيء فهو نيوسيلولار ديلز، يعني مفيش اي تفاصيل هتكون موجودة في الخلية، لان زي ما عرفنا ان في النكروزس بيتم اختفاء كل من النيوكليوس، وكمان بيتم اختفاء مع الوقت البلازما ممبرين، بيتم ان هي بتتفقد، الخلية كلها بتتدمر. اما الجروس بيكتشر فلو شفنا الحدود بتاعت الاورجن نفسه، الاوت لاين الحدود بتاعها، فهنلاقي ان الحد بتاعها بريزيرفد، يعني محفوظ، يعني محصلش نخر ادى مثلا ان الاورجن ده تحس ان هو محفور، لكن لا، الاورجن الاوت لاين بتاعه محفوظ. غير النكروزس، انواع النكروزس التانية هتلاقي ان الاوت لاين بتاعها بيكون غير محفوظ، يعني بيبقى فيه نخر. أما النوع الثاني من النكروزس فهو الليكوفاكتيف نكروزس، وده بيحصل في المناطق اللي بتكون موجودة فيها الفلويد والليبيد بشكل كبير، وده بيكون موجود في البرين والسباينال كورد، وده بسبب وجود السيربلوسباينال فلويد اللي بتكون موجودة حوالين البرين وكمان السباينال كورد. أما الليكوفاكتيف نكروزس فبيحصل بسبب 3 أسباب، وأول سبب فيها فهو الانفاركشن، والانفاركشن ده هو sudden cut blood supply، يعني انقطع وصول الدم والغذاء عن البرين. فشايف بيحصل ايه؟ بيحصل نكروزس في المنطقة اللي حصلت فيها الانقطاع، وده بسبب وجود السيربلوسباينال فلويد، لان هو عبارة عن ليبيد وفلويد، لذلك الليكوفاكتيف نكروزس بيحصل بشكل كبير في البرين والسباينال كورد. اما السبب الثاني فهو الاميبيك ابسس، يعني لو دخل جسم غريب سواء بكتيريا او اي جسم غريب اطلق بروتيليتيك انزيم، فده بيؤدي لحدوث الليكوفاكتيف نكروزس في البرين والسباينال كورد. او ممكن يكون بسبب البيوجينيك ابسس، لو كان في ابسس في منطقة معينة فالخلايا بتاعتها اللي موجودة في الابسس بتفرز بروتيليتيك انزيم بتعمل برضه ليكوفاكتيف نكروزس. اما لو جينا شفنا الجروس بيكتشر في البرين، ده البرين شكله طبيعي، لكن البرين بعد ما حصل فيه الليكوفاكتيف نكروزس، فلو جينا شفنا الاوت لاين بتاعته فهنلاقيها ان هي نوت بريزيرفد، على عكس الاول نكروزس اللي هو الكواجليتيف نكروزس. ليه نوت بريزيرفد؟ لان هنا حصلت فيها نخر، لان تلاقي فيه تجويف للداخل، عشان كده بنقول عليها نوت بريزيرفد. أما النوع الثالث من النكروزس وهو الكازيشن نكروزس، وده بيحصل في اللنج. والكازيشن نكروزس ده بيكون بسبب لا إما التي بي انفكشن أو إما الفنجل انفكشن، لأن التي بي انفكشن بتأثر على اللنج، وكمان الفنجل انفكشن بعض الفطريات بتأثر على اللنج. ولو جينا شفنا الجروس بيكتشر فهنلاقيها إن هي عاملة زي الكريم تشيز، وكمان بتكون بيل يلو. أما النوع الرابع من النكروزس هو الفات نكروزس، وده بيكون موجود في البريست، وده بسبب كمية الفات اللي بتكون متخزنة كبيرة في البريست. والفات نكروزس ده بيكون ليه سببين، لا إما السبب الأول انزيماتيك، لو تخيلنا إن إحنا معانا بنكرياس لكن البنكرياس ده حصل فيه بنكرياتيتس، يعني حصل التهاب في البنكرياس، فده بيؤدي لتحرك كمية كبيرة من الإنزيمات اللي موجودة في البنكرياس، مثل انزيم اللايبيز اللي بيروح يؤدي لتحلل الميزنتريك فات اللي موجود بداخل جسم الإنسان إلى جليسرول وكمان فاتي أسيد. وكمان بيتحرر انزيم التريبسين
اللي بيروح يدمر الأوعية الدموية اللي موجودة في جسم الإنسان. وكمان الفاتي أسيد اللي اتحرر من الميزنتريك فات بيروح يرتبط مع الكالسيوم عشان يدينا مادة سبونيفيكيشن، يعني مادة متصبنة. أما النوع السبب الثاني فهو التروماتيك. لو تخيلنا إن إحنا معانا بريست، ولكن البريست ده حصلت فيه تروما، حصلت فيه خطة، فده هيؤدي إن الخلايا اللي موجودة في البريست هيحصل لها ربشر، وهيؤدي لخروج كل محتوى الفات اللي موجود فيها. وده يعتبر جسم غريب على الإنسان، جسم الإنسان، فالجهاز المناعي بيروح يشتغل عليه ويروح يدمر الخلايا دي. على ذلك بيحصل الفات نكروزس في منطقة البريست. أما آخر نوع من النكروزس فهو الفايبرونويد نكروزس. والفايبرونويد نكروزس ده بيكون موجود في الوول اوف بلاد فيسلز، وكمان بيكون موجود في الرينال جروميولاي، يعني الجروميولاي اللي بتكون موجودة في الكدني. وده بسبب ترسب deposition of fibrin في كل من الوول اوف بلاد فيسلز وكمان الرينال جروميولاي. والفايبرين ده يعتبر مادة بروتينية، وده بنشوفوه ببعض الأمراض. ترسب الفايبرين ده بنشوفوه ببعض الأمراض، وهي الروماتيك فيفر، الحمى الروماتيزمية، وكمان بنشوفوه malignant of hypertension، وكمان بنشوفوه immune mediated vascular damage. بعد ما انتهينا من شرح النكروزس هنبدأ بتاني جزء ألا وهو الأبيبتوزس. والأبيبتوزس هو البروجرامد سيل ديث، يعني موت الخلية المبرمج اللي بيحصل على مستوى السيل، الخلية الواحدة، أو ممكن يحصل على small group of cells، يعني على مستوى مجموعة صغيرة من الخلايا. والخلايا دي بتكون unwanted cells، يعني خلايا غير مرغوبة فيها، خلايا حصلت فيها مشكلة أثناء الريبليكيشن، فلو كملت واستمرت التكاثر بتاعها في جسم الإنسان ده هيؤدي لمشكلة كبيرة. وزي ما اتفقنا إن هي ممكن تؤدي لموت خلية واحدة، أو ممكن تؤدي إن هي تقتل small group of cells، يعني مجموعة صغيرة من الخلايا، عشان تمنع إن هي تتكاثر وتسبب مشكلة في جسم الإنسان. أما المورفولوجيكال changes اللي بتحصل في الأبيبتوزس، لو تخيلنا إن آدي النورمال سيل، وأثناء حدوث الريبليكيشن والتضاعف للخلية حصلت مشكلة في الريبليكيشن، ده أدى إن الخلية حصلت فيها مشكلة، فما ينفعش إن هي تنقسم تاني، فبسرعة الخلية بتحاول إن هي تعمل لها programmed cell death. programmed cell death أول خطوة فيه إن بيحصل للخلية شرينكج، إن الخلية بتبتدي إن هي تنكمش. وكمان لو ركزنا في النيوكليس هنلاقيها إن إحنا الكروماتين اللي موجود فيها حصل فيه كوندنسيشن، يعني اتكثف أكتر. وكمان الخطوة الثالثة حصل إن السيل ممبرين حصل فيها بادنج، حصل إن فيه زي ظهور أقدام كده فيها. أما الخطوة الرابعة فالنيوكليس هيبتدي إن هو يتفتت. والخطوة الخامسة هيحصل فيه ديجريديشن، إن كل قدم هتسحب جزء من الخلية، وكمان ممكن الأقدام دي هتسحب كمان جزء من النيوكليس، وبعدين هيتم تحلل وأكل وبلع هذه الخلايا والبواقي من خلال الماكروفاج والخلايا البلعمية اللي موجودة في جسم الإنسان. الأبيبتوزس، والأبيبتوزس بيكون منه نوعين، لا إما فيسيولوجيكال كونديشن، وده اللي بيحصل في شكل طبيعي في جسم الإنسان. وأول حالة فيه هي النورمال سيل تيرن أوفر، إن في خلايا دائما في جسم الإنسان بتكون دائما في حالة انقسام، فمن الطبيعي يظهر خلايا فيها حصلت فيها مشكلة بسبب الريبليكيشن اللي حصل خطأ، فده بيحصل لها أبيبتوزس. أما الحالة الثانية فهي أثناء النمو الجنيني في رحم أمه، ففي بعض الخلايا بتموت وفي بعض الخلايا بتستمر في الانقسام بشكل طبيعي. أما الحالة الثالثة فهي الاندوكراين اندبندنت، وده بيكون في المرأة لما بيحصل شيدنج للاندوميتريوم في خلال الدورة الشهرية. وكمان الثاني فهي ريجريشن اوف بريست، هي تراجع للبريست أثناء ضمور المبيض، أو إن أنت حصل إزالة للمبيضين. أما الباثولوجيكال كونديشن وده بيكون بسبب مرضي، وأول حالة فيها بتكون radiation injury، لو حصل إشعاع على الخلية فده بيأثر على الخلية وبيضرها. أما الحالة الثانية فهي الليفر سيل انفيرال هابيتيتس، لو في فيرال انفكشن دخل الخلية فده بيأثر على الخلية
بيؤدي إلى إن هي بيحصل فيها مشكلة في الريبليكيشن، فالخلية بتضطر إن هي تعمل لها أبيبتوزس. أما الحالة الثالثة فهي السيل ديث. في جسم الإنسان آدي خلايا طبيعية، ولكن في وجود التي ليمفوسايت بيكون مشكلة، ودي خلايا مناعية حصلت فيها مشكلة في تكوينها، فبتروح تهاجم الخلايا الطبيعية لجسم الإنسان، بتؤدي ذلك لموت الخلايا الطبيعية بجسم الإنسان، وده يعتبر حالة مرضية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا أن تكتبوا آراءكم في الكومنتات، ولو حابين أشرح لكم جزئية معينة اكتبوا في الكومنتات. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ولايك وشير على أوسع النطاق. أسأل الله أن أكون وفقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.